تقول سيدة عربية: عندما كنت وأخي في سن المراهقة تشاجرنا ذات مرة كما يفعل جميع الإخوة. علت أصواتنا واحتدت، وطبعا كان صوت أخي الأعلى والأقوى. هددته بإخبار أبي ثم تراجعت، إلا أن أمي كعادتها كانت عينا لأبي بيننا. في اليوم التالي وعلى غير عادته انتظرنا أبي على مائدة الفطور. أنهينا طعامنا، نظر أبي إلى أخي بجدية وسأله: لماذا تشاجرت مع أختك؟ ارتبك وأجاب: هي من بدأت. هنا تغيرت ملامح أبينا، وأمسك فجأة بذراع أخي، صاحبه خارج المطبخ وقال له بنبرة عطف غاضبة: ماذا قلت؟ هي بدأت؟ البيت مملكتها، إن أهينت فيه فأين تكرم؟ أنت من بعدي سندها وعكازها حين تضعف، فإن كسرت العكاز فمن يصلحها؟ من؟ لا أريد أن أسمع ولو مزاحا أنك خيبت ظنها أو كسرت خاطرها، فهي عزيزتك وأنت حبل نجاتها. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أخي كما كان، أصبح حنونا عطوفا، وكأن صوت أبي ما زال يتردد في أذنه كلما رآني. أما أنا فأدركت يقينا أن حنان الأخ هو رجولته. يقول أحدهم: أحب أختي بلا قصد ومصلحة، فقلبها من عظيم اللطف أوطانه. إن كان عائلتي بستان مملكتي، فالأخت في داخل البستان ريحان.